مساء الفل. يلا بينا نعمل شوية رز باللحمة زي ما انتوا شايفين اللحمة مستوية ودايبة وجوسي وطرية وخطيرة، والرز مستوي كويس قوي ومفلفل وطعمه حلو جدا. هنعمله على النار من فوق. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنا عندي حلة حطيتها على نار عالية، نزلت عليها بمعلقتين زيت ومكعبين من الزبدة. تقدري تستخدمي سمنة بلدي هتبقى حلوة جدا، وتقدري تستخدمي زيت، وفي الحالتين حلو جدا. اهم حاجة عندي ان الحلة تبقى سخنة والمادة الدهنية بتاعتي سخنة، وهنزل باللحمة بتاعتي قطعة جنب قطعة. هنا انا استخدمت كيلو، تقدري انت تستخدمي نص كيلو وممكن ربع كيلو كمان. بنزل ليه بقى واحدة واحدة عشان الحلة بتاعتي ما تبردش، فاللحمة تجيب السوائل بتاعتها. انا عايزاها تاخد لون من بره وتفضل من جوه محتفظة بالسوائل بتاعتها عشان يبقى طعمها حلو وتبقى جوسي كده وطرية من جوه. اول ما هتاخد لون هبتدي اشقلبها على الناحية التانية. الخطوات دي مهمة يا جماعة، بتخلي اللحمة طعمها رهيب. واول ما نزلتها كده في الزيت نزلت عليها بشوية كويسين من الفلفل الاسود، والروايح الجميلة بقى طلعت. هنا اهوت بعد ما قلبتها واخدت لون زي ما انتم شايفين، هنزل عليها ببصلايه وهبتدي اقلبها كويس مع البصلايه، وهحط لها ورق لورا مستكه حبهان وعود من الروزماري وهقلبهم معاها. الروزماري هنا بيدي ريحه حلوه قوي قوي قوي، وانا بحب دايما احطه مع اللحمه وهي في الزيت او في السمنه. وقبل ما هنزل بكوبايه ميه على اللحمه هشيل الروزماري. اللحمه بعد ما اتشوحت واخدت لون من كل الاتجاهات حطيت لها كوبايه ميه وهسيبها على نار هاديه لحد اللحمه ما تستوي 80%، 3/4 سوا. واول ما هتستوي زي ما انتوا شايفين كده هبتدي انزل عليها بالملح والفلفل الاسود ومكعب من المرقه، وهنزل بالرز بتاعي. انا بحب ادي للرز كده تشويحه مع اللحمه في الماده الدهنيه عشان كله يتغلف بالماده الدهنيه وياخد من طعم الصوص والبهاريز اللي نازله من اللحمه. وده الملح، الفلفل الاسود، مكعب مرقه. اللي حابب يضيف قرفه يضيف، او جنزبيل، بس انا بصراحه بكتفي بدول قوي وحقيقي بيبقى طعمه حلو جدا. بس انا اصلا ما بحبش القرفه ابدا. وده نص كيلو من اللبن نزلت عليه على الرز بعد ما تفلفل، وهكمل الكمية بتاعتي سوائل بالمية. يعني لو انا عندي 3 كوبايات رز وحطيت كوباية لبن هحط كوبايتين من المية. هقلبهم كده زي ما انتوا شايفين وهسيبهم على نار عالية. وهنا حطيت رشة بس من السكر عشان ما يوجعش المعدة ولا يحصل حموضة. وهنا الرز اهوت بيغلي، هغطي عليه وهسيبه 10 دقايق. بعد 10 دقايق الرز اتشرب المية بتاعته كلها، هبتدي اقلبه لان اللبن بيخلي الرز يتلسع بسرعة. فهقلبه زي ما انتم شايفين كده وههدي النار تماما واسيبه على نار هادية يكمل التسوية بتاعته. هنا بعد ما سبته ربع ساعة الرز مستوي زي ما انتم شايفين، مفلفل وجميل. ريحته كانت قلبة الدنيا وطعمه خطير بجد يا جماعة. اللحمة مستوية ودايبة دوبان. جربوه، انا واثقة ان هو هيعجبكم. بس ما تنسوش تحطوا لي كومنت حلو وتحطوا اللايك، واستنوني هنعمل حاجات حلوة كتير.